أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حصة ستاد زاد، حصتكم الرياضية التي تواكب أخبار الكرة الجزائرية ونتائج ومباريات الرابطة المحترفة الأولى والثانية. الرابطة الأولى التي أدركت الجولة السادسة عشر مرحلة الإياب انطلقت وحملت في طياتها بعض المفاجآت والنتائج. نبدأ مباشرة بعرضها سوية مع ضيوفي الكرام. معي أو أبدأ معك يوسف زرقين، أهلا بك معنا لاعب أهلي برج بوعريريت. اهلا بك خويا كمال، اهلا بك خويا سفيان. شكرا لك يوسف على الحضور وقبول الدعوة اليوم، كما أرحب بسفيان بن دبكة لاعب نصر حسين داي. شكرا لك سفيان اليوم. اشكركم انا على هذه الاستضافه، ونتمنى ان شاء الله ندوزوا يعني وقت ممتع مع الاخ يوسف ومع خونا كمال ان شاء الله. مع زميلك السابق في فريق نصر حسين داي. على كل المشاهدين الكرام، نمر مباشرة إلى ركن المحترف الأول. إذا في ركن المحترف الأول نبدأ من القمة العاصمية التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، والتي انتهت بتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. النصرية كانت متقدمة في النتيجة عن طريق مهاجم الفريق قاسمي. نشاهد سوية صور هذه المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية بهذه الكيفية. تحصلت النصرية على ضربة جزاء ترجمها أحمد قاسمي إلى هدف السبق، الهدف السادس له شخصيا مع فريق نصر حسين داي هذا الموسم. نستطيع أن نصفه منقذ الفريق، فيما عدل النتيجة ناجي من قبل عن طريق رأسية محكمة باغت بها الحارس بصوف من جانب فريق نصر حسين داي. نبدأ معك سفيان بهذا اللقاء الذي شاركت فيه خلال أطوار هذه المواجهة، يعني انطباعك حول اللقاء. هل أحسستم أن النصرية أهدرت 3 نقاط ثمينة كنتم ربما قادرون على تحقيق نتيجة أفضل من هذه خلال الدربي؟ بون شحال نقول لك سي فري، احنا شفنا باللي في اللقاء هذا يعني احنا دخلنا اللقاء بكل اريحيه بارابور الاتحاد اللي دخلوا باش يزيدوا يوسعوا الفارق على يعني على الفرق اللي راهي يعني على شباب الوزداد ومولودية الجزائر. نعم. احنا من جهتنا يعني دخلنا اللقاء على اساس نأديو لقاء، باش نديو لقاء في المستوى وان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه. شحال نقول لك يعني شفنا احنا كانوا عندنا عده فرص نحو التسجيل، وأون بليس احنا كنا يعني متفوقين في النتيجه، يعني ما عرفناش يعني هذاك المومو تاع البيت هما تم عاودوا. نعم، وهذا ما عاودوا لاحظناه، هذا. يعني الاتحاد لم ينتظر طويلا من أجل تعديل الكفة. نشاهد سوية هدف اللقاء، نعيد سوية هدف اللقاء الذي سجلهما كل من أحمد قاسمي من جانب نصر حسين داي وناجي من جانب اتحاد العاصمة. يعني فترة وجيزة عدلت النتيجة اتحاد الجزائر. يعني ربما تركيز اللاعبين كان مشتت، أم ما هي الهفوة التي ارتكبتها النصرية؟ ربما الهدف جاء عن طريق مخالفة ثابتة، أليس كذلك؟ خطأ في الرقابة. نشاهد ربما سوية هدف تعديل النتيجة. نعم، ربما خطأ في الرقابة. ألا توافقون الرأي؟ بيان سور يعني، وهذا الشيء اللي كان يعني كان لونطرينور سمعنا كاع ويوصي فينا على لي بالاريتي، باسكو هذا هو البوان فور تاع لوسما، يعني عندهم عده اهداف يسجلوها من الكره الثابته. حنايا مالوريزمون يعني شغل هذا الشيء اللي عملنا عليه كاع الاسبوع، يعني انكيسينا بيت على واش يعني بالطريقه اللي حضرنا لها مالوريزمون. مش حنقول لك يعني احنا انا با بيسي لي برا ما حبينا نعاودوا نولوا في الشوط الثاني، وكانوا عندنا عده فرص مالوريزمون ثاني ما عرفناش كيفاش تستثمروا يعني في الفرص فوالا باش المتاحة. نسجلوا سنعود واحد. الحديث عن نصر حسين داي، النصرية التي تحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة، وعلى مقربة أو على بعد حوالي 17 نقطة عن رائد الترتيب اتحاد الجزائر الذي ما زال يتربع على صدارة ترتيب الرابطة الأولى برصيد 37 نقطة. نمر مباشرة إلى المباراة الموالية. سريع غليزان يسقط على أرضه وأمام جماهيره فوق أرضية ملعب زوغاري، ثلاثية نظيفة من قبل دفاع تجنانت ربما أدخلت السريع في مرحلة من الشك. نشاهد سوية أطوار هذه المباراة وبعض أو جانب من هذه المواجهة التي حضرتها أعداد معتبرة. دفاع تجنانت لم ينتظر طويلا وسجل ثلاثية كاملة. كان لأمير سعيود وشيبان يوسف نصيب منها. فريق سريع غليزان منذ مدة لم يتعثر على أرضه وبين جماهيره، لم ينطلق
كما ينبغي خلال مرحلة الإياب. نمر مباشرة إن كانت جاهزة تصريحات الفريقين، الطاقم الفني للفريقين لفرانسوا براتشي من جانب السريع وكذلك يمين بوغرار. يعني خلال فترة توقف البطولة يعني عملنا على تصحيح بعض الأخطاء، خاصة أنني من ناحية الأخطاء الفردية اللي تكلمنا مع اللاعبين كثير وصححنا يعني فوق ارضيه الميدان، حتى خذينا اللاعبين انا فرديا وتكلمنا معهم وحسسناهم بروح المسؤوليه، لانه يعني القسم الوطني الاول يتلعب على دي ديتاي صغار، وهذا هو الشيء اللي كان اليوم يعني تطبيق يعني نقدروا نقولوا الشيء اللي خدمناه في الاسبوع هذاك تاع توقف البطوله. هذا الشيء ماشي غليزان اللي كانت ضعيفه، احنا اللي الحمد لله حضرنا في فتره التحضيرات وين احنا كنا لازم نربحوا اليوم، بويسك ما يخفاش عليك احنا خسرنا 3 فوا مورا بعضهم. اليوم كان عندنا ما عندنا حتى حل واحد اخر، لازم نربحوا والحمد لله جينا باه نربحوا، حققنا نتيجه ايجابيه اللي نكونوا بها ان شاء الله ملاح في لافاز روتور ان شاء الله. الحمد لله على هذا الانتصار. ثاني حاجه نهديو الانتصار هذا الجمهور تاعنا اللي شقاو على جالنا باش يشجعونا. بالنسبه للمباراه كما شفتوا يعني كانت متكافئه، يعني براس كانت متكافئه شويه. جاونا دي زوكازيون بروميير ميطون وين فوالا سوء التركيز اللي خلانا ما نماركيوهمش. الوغ في الدوزيام ميطون عوضنا الحمد لله. جو بونس لو بيت البروميي بيت هو اللي سهل لنا اللعبه واللي خلانا تحررنا واللي نلعبوا بثقه كبيره. Je suis comme les joueurs, je suis déçu du résultat, ça c'est sûr. Je m'attendais à beaucoup mieux. On a été surpris surtout dans un match comme celui-ci. On avait l'opportunité, je ne dis pas d'ouvrir le score, mais de se créer des occasions. À partir du moment où l'équipe adverse a ouvert le score, ça a été beaucoup plus difficile. Maintenant, il y a une chose, il est certain, je pense qu'on aura l'équipe là, on aura des difficultés. C'est-à-dire, là maintenant, le positionnement numéro 1, c'est surtout d'éviter le maintien. Ça, c'est sûr. والمدرب فرانسوا براتشي لم يفلح في أول اختبار له على أرضه وبين جماهيره عندما تولى قيادة فريق سريع غليزان في أول مباراة له في مرحلة الإياب. يعني يوسف، الظاهر بأن دفاع تجنانت يعني المرتبة التي يحتلها لم تأتي من العدم، ليست صدفة، ليست مفاجأة. يعني يضم لاعبين أمير سعيود تعرفه جيدا، يعني لاعب سابق المولودية ولعب مع الأهلي المصري، يعني لاعبين شبان متعطشون للفوز. التاريخ تاع دفاع تاجنات ما راهوش زعما ما نقدروش نقولوا عليه مفاجاه، باسكو راهو خلاص لالي ورانا نشوفوا الكلاسمون تاعو وين راهو بارابور دي جوار اللي راهم لتما وين راهم عندهم دي اكسبيريونس بار اكزومبل امير سعيود، يوسف شيبان، كاين بزاف دي جوار اللي تلقاهم ملاعبين بالونس ملاعبين في النيفو. ما نقدروش نقولوا مفاجاه. نقدروا نهضروا على امير سعيود اللي ولا اسمه نقولوا في الشامبيون تاع الجزائر بارابور كانت عنده نقولوا اصابه نقولوا تجارب ما كانتش ناجحين مع مولود الجزائر. راهو نشوفوه مع دفاع تاجنانت ونراو اللاعب راهو يمد البليس تاع اللي يسحقوا ليكيب. ان شاء الله يا خويا يكمل هكذا باش يعاود يولي ان شاء الله النيفو تاعو اللي كان. اللاعب عندما يكون مصاب يعني مثل حاله امير سعود في السابق يحتاج الى نوع من الثقه من قبل الطاقم الفني باش يعود مستواه. واحد يكون لوتور دي بليسير عباك بور ان جوار لازم كما يقولوا ثقه، كما يقولوا كونفيونس توتال. نعم. باسكو علاش ميم تلقاه زعما نقولوا يجي معك تعاود يحط النيفو تاعو، لازم تزيد تعاود تطبعو نتايا باش يعاود يولي النيفو تاعو. وهذا واش شفناه واش وصل لامير سعود في دفاع تاجنات او عنده كونفيونس اللي يسحقها. ان شاء الله بك يكمل يعاون تاجنات باش يكونوا يعاودوا يكملوا في هذه لي ريزولطا راهم يديروهم. نعم يوسف، انت تلاقيت بامير سعود خلال بعض التربصات وتنبأت بانه اللاعب راح يعود الى مستواه المعهود. الجوار اللي يكون يلعب بالونس مام اللي بليسير يعاود يولي بون احنا كان عندي حديث مع زعما نقولوا اصدقاء تاعي في تونس باسكو كنا ميم ستاج كيفي في تونس. قلت لهم هذا اللاعب اسمه باين لي جوار اللي يقدر يولي ماشي يسمى تاع جوار اسمه خلاص صح. جوار اللي يقدر يولي مع اللي كانت عنده لا فولونتي اللي كانت عنده اسمه تاع او حاب يولي. الحمد لله اخويا نقولوا ان شاء الله يكمل هكذا في النيفو هذا. نتمنى ذلك. وفريق امير سعيود يصنع الحدث من خلال العطاءات الطيبه التي يقدمها مع فريق دفاع تجنانت الذي نخصه بتحيه احترام وتقدير. هذا النادي الذي صعد للتو الى الرابطه المحترفه الاولى ويزحف نحو كوكبه المقدمه ويحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد
22 نقطة، يعني يواصل خطواته بثبات نحو مقدمة الترتيب. نمر إلى مباراة أخرى، تلك المتعلقة بمولودية وهران ووفاق سطيف. وفاق سطيفي عرف كيف يتفاوض مع في أحمد زبانة عندما واجه مولودية وهران. المباراة التي انتهت لهدف واحد بعدما كان الوفاق متأخرا في النتيجة. بهذه الكيفية زعبية هداف البطولة لحد الآن رفقة غيزلان بلال يسجل 9 أهدافه مع فريق مولودية وهران الدولي الليبي، يسجل ضربة جزاء بهذه الكيفية، لكن وفاق سطيف استطاع أن يعود من بعيد ويسجل ثنائية كاملة في آخر المطاف شفعت له بالعودة ب3 نقاط ثمينة جدا. نستمع إلى تصريحات الطاقم الفني إن كانت جاهزة. نعم، نستمع سوية مشاهدينا الكرام. Oui, disons que nous, on a eu la chance de commencer par un match de coupe à domicile, le gagner. Donc on savait qu'on était compétitif, on savait qu'on avait quelque chose à jouer ici à Oran. On sait que c'est un déplacement qui est toujours très difficile. Oui, bien sûr, on est déçus parce que c'est un match important pour nous. Un match important où le classement, on peut l'améliorer, on prend plus de points. Et surtout à l'image de la première mi-temps. Donc on fait une bonne première mi-temps et on s'attendait justement à gagner le match. En deuxième mi-temps, on a été à côté de la plaque. إذا وفاق سطيف استعاد مستواه من خلال يعني احتل المركز السابع برصيد 22 نقطة. نمر إلى مباراة أخرى متعلقة بشبيبة الثورة اتحاد الحراش، المباراة التي انتهت بتعادل السلبي 0 لمثله. قبل أن نمر إلى جدول النتائج أو نعرض عليكم جدول نتائج الرابطة المحترفة الأولى والتي جاءت على النحو التالي. المباراة أو الجولة التي لعبت من خلالها 4 لقاءات متعلقة باتحاد الجزائر نصر حسين داي، القمة التي انتهت بالتعادل الإيجابي مولودية وهران هدف وفاق سطيف هدفين. شبيبة الثورة واتحاد الحراش افترقا على نتيجة التعادل السلبي، واتحاد الحراش استطاع أن يعود بنقطة ثمينة من ملعب 20 أوت 55. يعني ليس بالأمر السهل العودة بنقطة التعادل السلبي من شبيبة الثورة المعروف عليه بعروضه القوية داخل أرضه ببشر. حدث آخر المتعلق باستقدام سليم بومشرة في صفوف فريق سارع غليزان. كاميرا زير نيوز استقت هذا التصريح من قبل اللاعب السابق لفريق شبيبة القبائل الذي وقع عقدا مع فريقه الجديد سارع غليزان. هذا مكتوب تاع ربي. انا كان عندي لي كونتاكت سياسي سي ار بي الملاحه وكلش، سما اختاريت لو شوا بغيت نقرب شويه عند الدار وكل امور عائليه. الحمد لله كان مكتوب تاع ربي. هذا هذه مرحله عوده مرحله صعيبه. لي زيكيب كاع يوليو يكونسونطرو بيان، خاطش دروك اللي يغلط يخلص، ماشي كيما في الالي اللي تلعب اليز. دروك نشوف عندنا غليزان على اختاريتها على اللعب، عندهم لي جوار لي بون جوار يعرفوا يلعبوا وكلش. ما اختاريتها زعما على جال دراهم، اختاريت زعما الجانب الرياضي كان اكثر. هذه الوضعيه ماشي كارثه. كاين راك تشوف لي زيكيب كاع دير من 5 بلاص حتى لا. هذا مكتوب تاع ربي. انا كان عندي لي كونتاكت سياسي سي ار بي الملاحه وكلش، سما اختاريت لو شوا بغيت نقرب شويه عند الدار وكل امور عائليه. الحمد لله كان مكتوب تاع ربي. هذا إذا سليم بومشري وقع رسميا مع فريق سارع غليزان الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة. فريق أو سليم بومشري الذي وصلته العديد من العروض من قبل بعض الأندية الجزائرية، لكنه فشل في إجراء تجارب مع النادي السعودي وعاد مجددا إلى البطولة الوطنية. على كل كان هذا بخصوص الرابطة المحترفة الأولى. قبل أن نغلق ملف الرابطة الأولى، يعني سفيان، ما هي الفرق المرشحة للعب الأدوار الأولى في الرابطة المحترفة الأولى بعد انقضاء مرحلة الذهاب وبداية مرحلة الإياب؟ واش حنقول لك، يعني باش ما نكذبوش على روحنا، باش نكونوا صراحة. يعني عندنا فريق اتحاد العاصمة يعني اللي راه قطع شوط كبير يعني باش يتوج بالبطولة. نعم. ويعني في المراتب اللي 11 نقطة فارق. فوالا، يعني كاين 11 نقطة فارق. بون عندك ثاني اتحاد، عندك ثاني شباب الوزداد والدفاع تاع الجنات وحتى مولودية الجزائر. نعم. وانا جوبونس حتى مولودية بجاية تقدر يعني تدخل في
نعم. في السباق في هذه المعادلة، معادلة اللعب على السباق. بالنسبة غدا سنشهد إجراء قمة عاصمية خالصة ما بين شباب الوزداد ومولودية الجزائر فوق أرضية ملعب 20 أوت. يوسف، يعني كيف تتوقع هذه المواجهة العاصمية خاصة بعد الأحداث التي شابت قبل إجراء هذا اللقاء باللعب في ملعب 20 أوت وما صاحبه من جدل وسطاء الأنصار؟ ايه باسكو البروبليم هذا صرا في لالي كي جاو يلعبوا. بون انا واش قلت، انا واش تسمى الناس اللي تعرف الاخر نورمالمون في الروتور 20 تسمى ما كان تعاود تخلطها منا ولا منا. سا ماتش شباب لينا حنا طونك دي سيبورتور، وصعيب طونك لي جوار باسكو ماتش ديفيسيل بور المولوديه والسي ار بي. السي ار بي بور تسمى نقولوا يعاود يولوا بري كما نقولوا الدارني ماتش اللي خسروه مع سطيف تاع لاكوب يولوا باش يديروا لا كونفيونس هذيك. ومولوديه ثاني يحبوا باش يعاودوا يسقموا روحهم ويطلعوا روحهم في الكلاسمون. ماتش شباب حنا ان شاء الله غدوه ان شاء الله نشوفوا كما نقولوا عروض كرويه شابه باش وما نشوفوا النيفو تاع الشامبيونات تاعنا وين راهو يدور ان شاء الله في الدربي هذا. صح، خاصة وأن الفارق بين شباب الوزداد ومولودية الجزائر يتعدى نقطتين، يعني في حالة فوز أحد الفريقين يوسع الفارق بينه وبين الملاحق. كان هذا بخصوص الرابطة المحترفة الأولى. نمر إلى ركن المحترف الثاني. إذن مشاهدينا الكرام، بخصوص المحترف الثاني، الجولة 16 والتي حملت في طياتها بعض المفاجآت. سكيكدا تفاجئ بجاية، المدية تعود من بعيد، الخروب تنتفض برباعية كاملة، وفريق مولودية سعيدة يتنفس الصعداء بعد الفوز الصعب الذي حققه أمام فريق مولودية العلمة صاحب الخبرة والتجربة. نبدأ مباشرة بمباراة شبيبة بجاية وشبيبة سكيكدا، المباراة التي احتضنها ملعب الوحدة المغاربية والتي مالت لأبناء روسيكادا بهدفين دون رد. الهدف الأول سجله بولعنصر رفيق بهذه الكيفية في الدقيقة 67 من عمر المباراة، يمنح الأفضلية والأسبقية لشبيبة سكيكدا الصاعد إلى الرابطة المحترفة الثانية، ويطمح للعب الأدوار الأولى. المباراة التي جرت تحت أمطار غزيرة، أمطار الخير نتمناها، التي يعني غيث نتمناه في كامل التراب الوطني. كما سجل شنيقر فارس الهدف الثاني، ابن مدرسة شبيبة سكيكدا يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 70. يباغت شبيبة بجاية التي كانت تقدم عروض طيبة، أنهت مرحلة الذهاب بكل أريحية، لكنها تعثرت في هذه المواجهة. نستمع لتصريحات الطاقم الفني للفريقين. مباراة نظن احتازت لها شويه، احتازت في الاندفاع اللي كان موجود. نظن الناس اللي جاو شافوا المباراه تمتعوا نوعا ما نقولوش مستوى كان كبير، ولكن كانوا دو بيل فاز دو جو، ان بون فوليوم دو جو سي. وشنو حنا حبتنا واحد دوك ما لازمش يخرج من عقله، كيما كانوا قادرين هما يربحونا. بصح نظن الشيء اللي جينا عليه ديناه. انا اللاعبين قلت لهم سي اون ايكيب تري تكنيك لا جي اس ام بي، لازم نشدوا البالون ما نخليوهلاش. اي دوني دو شفنا، انا شفت لاريار دروا كان يطلع بزاف، دونك يفالي بيركوتي ملتم باش نخليوه يقلل شويه من البريسينغ اللي هزيمه اليوم مر علينا وعلى الجمهور على كل مناصله تاع شبيبة بجايه. هذه هي كنت نقول انا في الاسبوع، قلتها للاعبين، كنت تكلمت مع المراسلين قلت لهم المباراه الاولى نخاف منها بزاف. كنا في لاسبيرال تاع الاداء تاع النتائج، بعدها حبست مرحله الذهاب، كل شيء تنتظر لي زاليا تاع الفوتبول. هذه هي نقول انا اليوم المباراه شفناها ما كناش في المستوى. الهدف الاول اللي جاهم في الوقت المناسب، حنا كنا قاعدين نرجعوا في النتيجه. خطا دفاعي في الهدف الثاني، وين الهدف الثاني هو اللي قتل المباراه. إذا مفاجأة سجلها فريق شبيبة سكيكدا. تحية لفريق شبيبة سكيكدا الذي استطاع أن يعود بزاد كاملا من ملعب الوحدة المغاربية. يوسف، يعني كيف تصف هذا الفوز؟ يعني شبيبة سكيكدا تعود من بعيد من ملعب الوحدة المغاربية، وأنتم واجهتم يعني مسبقا شبيبة سكيكدا، شبيبة بجاية، تعرف المستوى العام للفريقين. نقول لك دوك انت تشوف النيفو تاع شبيبة سكيكدا وشبيبة بجاية كاين اون ديفيرونس، باسكو شبيبة بجاية راهي ما نقولوش بارابور الكلاسمون تاعها. راك تشوف
شوف السيكدا عندها نقول لك حاجه اللي يسمى نقولوا راك عندها افونتاج في لي سيبورتور تاعها باسكو عندها سيبورتور تاع قاعده جماهيريه كبيره ويعني يتنقلوا مع الفرق فوالا يعاونوا ليك تاعهم بليس عندهم ثاني اونترينور اللي ما فاهم اونترينور بيرا اللي غني عن التعريف اللي راهو بون راهو على بالك بلي راهو سكيمون با ملي جا هو راني نشوف لي ريزولطا تاعهم كاع ولاو سقموهم. نعم وان شاء الله يا خويا ان شاء الله دوك حنا اش حنقول لك يا خويا كملوا هكذا بك جي اس ام اس هادو سكيكدا بور بجايه ان شاء الله بور بالك ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله بور ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله. بالمقابل مدرب شبيبة بجاية يعرفه سفيان تمام المعرفة، يعني سبق لك وأنت عملت معه وكان من بين مكتشفي سفيان بن دبكة، يعني تعليقك حول ما يقدمه مع فريق شبيبة بجاية. مش هنقول لك يعني أنا على المدرب سعيد حموش، يعني هو المدرب اللي كانت لي الفرصة باش لعب أول مرة مع الأكابر. نعم. نشكره ونحييه بالمناسبة وإن شاء الله راني نشرف فيه يعني على الثقة اللي دارها فيا. نعم. ونتمنى ان شاء الله فريق شبيبة بجاية يعني شفناهم يعني عاودوا ولاو في نهايه تاع مرحله الذهاب. نعم. نتمنى ان شاء الله برك هذه يعني ما يكون غير تعثر، يعني شغل سحابه عابره ان شاء الله. نعم. ويعاودوا يوليو يحققوا نتائج ايجابيه باش يحققوا. الفريق كان يعاني في اسفل الترتيب، يعني المكانه التي يحتلها الان يعني بين قوسين راهم في الفائده. نعم. كان هذا بخصوص شبيبة بجاية. بالنسبه لعبد الكريم بيرة ربما هو الفوز الذي سيشفع له بالبقاء في العارضة الفنية لفريق شبيبة سكيكدا بعد الهالة الإعلامية الكبيرة وبعد الضغوطات الكبيرة التي فرضها عليه أنصار فريق شبيبة سكيكدا من أجل الرحيل. لكن في نهاية المطاف عبد الكريم بيرة حقق الأهم وعاد بالزاد كاملا من خلال تنقله إلى ملعب الوحدة المغاربية. نصل إلى ملعب 20 أوت 1955 بالبرج، أين حقق أهل البرج كذلك فوز ثمين وثمين جدا. كان صعبا لكن هدف وحيد كان كافيا من بلال عطفان من أجل تحقيق الأهم من هذه المواجهة. بهذه الكيفية فريق أهلي برج بوعريريج أكمل المباراة ب10 لاعبين بعد طرد المهاجم بوغلمونة. بهذه الكيفية استطاع الأهلي أن ينهي المباراة بهدف دون رد أمام خصم عنيد وعنيد جدا سنحت له العديد من الفرص التي لم يحسن استغلالها إلى هدف. يوسف، كنت في برج بوعريريج ويعني لعبت المواجهة، كيف عشت هذا اللقاء خاصة وأنكم يعني لعبتوا ب10 لاعبين؟ سا ماتش ديفيسيل باش عليك حنا لا فيكتوار، حنا كنا نحوسوا على لا فيكتوار 3 بوان. جانا ماتش صعيب سيرتو مع كما نقولوا كي خرج صاحبي بحمراء. الحمد لله مع كما نقولوا لي كونسيل اللي بداو منا لونطرينير الشيخ مهداوي. عرفنا كيفاش نجيريو الماتش. نحيي فريق تاع امل بوسعاده على الماتش اللي داروا. حنا ليسونسيال بور نو لي 3 بوان هذاك هو الصح. وهذا هو الأهم. نعم. نعيد شريط المباراة إن أمكن مع الزميل نجيب بالليلة حتى يتسلل الجمهور الرياضي الكريم متابعتها مجددا. يعني المباراة كانت ربما فرصة من أجل يعني المواصلة بنفس النسق وبنفس الرتم التي حققتهمه خلال مرحلة الذهاب. يعني بوغلمونة تعرض للطرد بهذه الكيفية ببطاقة حمراء. يعني كيف تتوقع ما تبقى من مشوار من عمر الرابطة المحترفة الثانية، وهل يستطيع البرج بهذا التعداد من اللاعبين أن يحقق الصعود إلى الرابطة الأولى؟ سي بون نقول لك دوك حنا رانا كما نقولوا نجيريو ماتش بار ماتش باسكو دير في بالك بلي رانا في فاز روتور. الماتش اللي يروح ما يوليش صح. حنا رانا نجيريوها ماتش بار ماتش مع ان شاء الله حنا ماذا بينا الحاجه اللي نسحقوها حنا بلي سيبورتير ان شاء الله يعاود يوليو باسكو رانا نلعبوا بريسك ستاد فارغ. والحاجه اللي ما تساعدناش طونك دي جوار ما تساعدناش هذه باسكو ما نلقاوش الموتيفاسيون ما نلقاوش هذاك اللي يزيد واحد اللي يزيد يطبعونا. واش نقول لك حنا رانا نخدموا طونك دي جوار ولا طونك دي ستاف تكنيك الخدمه تاعو كاين خدمه راهي تبان ماتش من الماتش للماتش. حنا ماذا بينا الناس تعاوننا وتعاون ان شاء الله البريزيدون تاعنا باسكو يعني شفت بون كانت عندي السمانه هذه كنت قعدت معاه وشفت مليح واش هو يسوفري مسيو بوجلال باللي راهو يسوفري وحده وقاعد اسمه بريزيدون قاعد وحده راهو يسوفري. حنا ماذا بينا اسمه الناس تعاونوا باش نعاودوا نطلعوا حنا طونك دي جوار ولا دو ستاف تكنيك ولا اسمه لي ديريجون. عندنا كاع اوبجيكتيف وحده. دوكا انت عندك اوبجيكتيف اكسيسيون على جال البرج
هذه هي الحاجه اللي حبيناها حنايا. دوك الناس ما يبان لك من داك ماهمش فاهمين باللي دي جوار ولا حنا دوك رانا نمثلوا في البرج. صح يوسف. نعم يوسف، معذره على المقاطعه. يعني من خلال مرحله الانتقالات الشتويه الفريق لم يستقدم ولا لاعب، هل هذا يدخل ضمن الازمه الماليه التي يعيشها الفريق، ام ان الفريق ربما كان في غنى عن انتداب لاعبين جدد؟ ماشي ازمه ماليه ولا عن غنى، باسكو كان بروبليم في الكوميسيون دي ليتيج. نعم. هذاك البروبليم اللي ما حلوش في الاجل المحدده. حنا دوك اسمها نقولوا واش كاين في الجروب تاعنا مع الشيخ مهداوي هضرها في الديبي دي ستاج تاع قال لك ما نسحق حتى جوار، ما نسحق حتى جوار حتى تما تعاود تقول فينا تما تكمل كاع مع دي جوار تخلصهم كومبلي باش تقدر تجيب لي الاخرين. حنا دونك مع البروبليم اللي صرا هذا في تاع الكوميسيون تاع ليتيج، واش كاين في الجروب تاعنا كاين دي جوار بون كان تعاود الدور كاع في الكلوب ما تلقاهمش دي جوار هذوك. حنا بغينا نسحقوا لا كونفيونس هذيك ونسحقوا اسمها نقولوا الدعم هذا ما كان والاستقرار كذلك من اجل مواصله على نفس السير والمنوال. يوسف يعني اثار او سفيان اثار نقطه مهمه يوسف من خلال حديثها عن سوق الانتقالات الشتويه. اتصور اكثر من 48 لاعب غادر فريقه في فتره الانتقالات الشتويه، يعني حركه كبيره شهدها سوق الانتقالات الشتويه. يعني لم نعد نفرق ما بين الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي، خاصة يعني فريق نصر حسين داي تدعم صفوفه بهشام مختاري، وهناك صديقي لاعبا الجديدان في صفوف فريق نصر حسين داي. يعني ما هي الأشياء ربما الإيجابية التي يمكن أن يعني نستفيد من خلالها من فترة الانتقالات الشتوية، وهل ربما يتسنى للفرق يعني جلب لاعبين يعني في نفس مستوى عالي في فترة الانتقالات الشتوية؟ واش حنقول لك سي فري، دوك انت الارقام اللي راهم عندك راهم يبينوا باللي يعني كاين عده تنقلات صراو يعني في هذا الميركاتو. فوالا هذا الميركاتو الشتوي. بصح المشكل حنا نشوفوا الفرق كاع تشكي وتقول باللي ما كاينش لاعبين في السوق. نعم. نو ابار الازمه الماليه نشوفوا الفرق تشكي وتقول باللي ما كاينش لاعبين، باللي ما كاينش لاعبين في السوق. جوبونس باللي هنا كاين مشكل، سواء يعني اللاعبين الذين يملكون مستوى جيد يعني ما نصيبوهمش يعني في الميركاتو الشتوي، يعني يكونوا بعقود، يعني يكونوا مربوطين بعقود مع الفريق. اذا كان عندهم يعني مشاكل مع الفرق تاعهم نعم ونشوفهم يغادروا. سينو انا جوبونس باللي هذا الميركاتو يعني هذا الميركاتو الشتوي نشوفوا باللي الفرق يعني باش كيفاش نفهمك شغل يدعموا بلاعب ولا لاعبين بحسب احتياجات، يعني الاستخدامات تكون مدروسه، يعني سواء يكون لاعب مصاب يتم تغييره، يعني التغيير يكون اضطراري او شيء تاع الفريق. صح، نقائص التي يكون فيها الفريق. نعم. نبقى دائما بخصوص اهلي برج بوعريريج، نستمع لتصريحات الطاقم الفني لفريق اهلي برج بوعريريج وكذلك امل بوسعاده. 20 دقيقة الأولى كنا يافي ترو ديسباس، ما عرفناش كيفاش نتحكموا في الكرة، ما عرفناش كيفاش نصدوا الخصم. هذا اللي خلانا تلقينا الهدف الأول، ولكن مع مرور المقابلة ولينا في المقابلة. في الشوط الثاني نظن استحوذنا على الكرة، لحقنا المنطقة 18 متر تاع الخصم، ولكن تبقى مسألة فعالية نظن أمام المرمى. أنا نقول المباراة كانت حقيقة قوية في الجانب نقول في الاندفاع البدني، لأن 1-0 كان فريق حنا كنا حبينا نحافظوا على النتيجة وحبينا تنزيدوا هدف الثاني، والفريق الخصم طبعا لما يقول 1-0 عنده هذيك الإرادة ما بقاتوش النية، تبقى له النية باش يعادل النتيجة. هذا صعبت لنا بالكادو، صعبت أكثر بعد خروج اللاعب نتاعنا. نقول أنا النتيجة تكفيني، لأن كنا احنا ناويين باش نبداو بمباراة بنتيجة إيجابية اللي يسمح لنا ننطلق هذه العودة، ننطلق بصفة جيدا. المقابلة كانت صعيبة، وين وفقنا ربي في 10 دقائق سجلنا، هذه اللي خلاتنا نتليبيراو. مي في المومون وين سحقنا صحابنا، وين صاحبنا خرج، هذه اللي خلات الجروب كما يقول لك يريح توجور سودي، هذه اللي خلاتنا نكملوا حتى الدقيقه الاخيره مالغري مقابله زاد صعبت علينا، والحمد لله كما يقول لك مجهودات تاع لي جوار والستاف اللي خلاتنا نجيروا المقابله هذه باش نفوزوا بثلاث نقاط. إذا كان هذا بلال عطافان اللاعب السابق لنصر حسين داوي وشباب الوزداد مسجل الهدف الوحيد في اللقاء. بخصوص أهلي برج بوعريريج، عبد الرحمن مهداوي المدرب الجديد لأهلي برج بوعريريج، هل أحسستم أنتم كلاعبين يعني أن الخطاب تغير مقارنة بالمدرب السابق لهادي خزار؟ أحسستم نوع من يعني تغيير الخطاب حيال اللاعبين، العلاقة ما بين اللاعبين والمدرب تغيرت؟
واش حاب نقول لك بون دوك كل واحد واش عنده يقولوا ميثود تاع الطرافاي تاعو، سواء ميسيو خزان الحيه ثاني من هنايا، سواء ما الشيخ مهداوي، سما كل واحد عنده الميثود. واش نقول لك سما كاين الميثود اللي تقدر ما نقولوا تفاسيليتي يقولوا لي طاب مع اسمه مع لي جوار، وكاين تسمى تقول تولي طويله شويه. مهداوي يعرف كيفاش يدير هذه اللي يجي لا ميثود هذه. وين رانا نشوفوا احنا رانا طونك دي جوار ولا رانا مع الاز وين نخدموا بيان ومع الخدمه تاعو ان شاء الله نديروا هذا العام نديروا حاجه ان شاء الله. على كل كان هذا بخصوص اهلي برج بوعريج. نمر الى شبابتنا الى ملعب اول نوفمبر. شبابتنا ضيع على نفسه فرصه الانفراد بصداره الترتيب عندما سقط في فخ التعادل عندما استضاف فريق اتحاد الشويه. بهذه الكيفيه المباراه انتهت على البياض 0 لمثله فوق ارضيه ملعب اول نوفمبر. بهذه الكيفيه شبابتنا يضيع نقطتين ثمينتين جدا، ربما كان بإمكانه أن ينفرد على إثرها بصدارة الترتيب. نستمع إلى تصريحات كانت جاهزة يا نجيب يا بالليلة نستمع إلى التصريحات بعد هذه اللقطات الجميلة من عمري اللقاء. أنا نقول لك حتى مباراة بجاية كان فريق شوية كان بإمكانه يحصل نقطة. بصراحة عامل خبرة، فريق شاب فريق صغير، لكن الشيء اللي فرحان بينه الفريق بدا ينضج. معناها أنا نقول لك الشوية إن شاء الله في الفترة الجاية إن شاء الله يكون أفضل. لكن فريق باتنا اليوم ممكن اللي ما عجبنيش فيه إن هم ما الخطورة نتاعهم كانت كلها في الكرة الثابتة. احنا حاولنا ان احنا نعطوا تعليماتنا ان احنا ما نديروش اخطاء قريبة ونجحنا فيها الشوط الثاني والحمد لله ما كانتش في خطورة باستثناء الكرة الأخيرة اللي ممكن كان يجي منها الهدف، وكانت ممكن تكون صدمة لي أنا أكثر شيء، لأن الكرة الأخيرة كان بصراحة كانت خطيرة وخطيرة جدا وكانت في آخر المقابلة بصراحة. المدرب اللي عرف كيف يحطنا في التيران، عرف كيف يقولنا البلاسمون تاعنا. الحمد لله النقطة هذه نقطة ثمينة تعاوننا باش نكملوا المشوار تاعنا، ما تكونش عندنا ضغط، ما يكونش عندنا ضغط كبير، ونطلبوا ان شاء الله من الجماهير تاعنا كل يساندونا. جماهير اتحاد الشويه ثاني نشكرهم شكر كبير انهم تنقلوا معنا وساعدونا بزاف، والحمد لله النقطه هذه بطعم الفوز. عفوا المباراة التي احتضنها ملعب سفوحي وليس ملعب أول نوفمبر ببتنا، يعني شبابتنا عاد إلى ملعب سفوحي الذي كان في وقت من الأوقات يصنع أفراح فريق شبابتنا، يعني ولا أحد كان يحقق نتيجة إيجابية. شبابتنا كانت تهزم كل خصومها في هذا الملعب. يعني فريق شبابتنا يعيد أو يريد أن يتنفس الصعداء ويعود من بعيد ويعود إلى الرابطة المحترفة الأولى الذي يبقى هو هدفه الوحيد خلال هذا الموسم. نمر إلى مباراة اتحاد بالعباس والآخر سقط في فخ تعادل عندما استضاف فريق نادي بارادو بهذه الكيفية 0 لمثله. أحد اللقطات من جانب اتحاد بالعباس التي مرت جانبا ولم يفلح المهاجم في ترجمتها إلى هدف. كم هائل من الفرص يعني تاح لهجوم الفريقين لكن من دون جدوى. الظاهر أنه نادي بارادو في كل مرة يحقق نتائج طيبة خارج الديار، ليست المرة الأولى التي يحقق فيها نتيجة إيجابية خارج الديار بأرمادة من اللاعبين الشباب وحتى أصحاب التجربة على غرار بوعبطة في الدفاع، وكذلك شاوي إسماعيل وكذلك اللاعب الدولي بن مغيث. نمر إلى مباراة أخرى متعلقة بجمعية الخروب الذي ينتفض برباعية كاملة بهذه الكيفية أمام أولمبي أرزيو 4 أهداف لهدف واحد. الهدف الأول سجله ديب إبراهيم بهذه الكيفية. أولمبي أرزيو أتاحت له بعض الفرص لم يحسن استغلالها إلى هدف، ثم يضيف الهدف الثاني برينيس بلال هو من أضاف الهدف الثاني، ثم زلامي شعيب يضيف الهدف الثاني أو الثالث في ملعب عابد حمداني مسرح هذه المواجهة قبل أن يختتم بالحمري وليد مهرجان الأهداف من جانب فريق جمعية الخروب. نستمع لتصريحات الطاقم الفني للفريق. البارح درنا ميزون فير سما بايتين لي جوار كامل مع بعضنا، وهذا اتى بثماره على الفريق. الحمد لله اليوم نشكر اللاعبين على الاداء اللي قدموه الرجولي، الاراده، سما الاسم تاع لايسكا هذا ما خلاوهش يطيح، وكانوا رجاله واقفين وفاو بالوعود تاعهم لي جوار، يعني نشكرهم كذلك نشكر الطاقم الفني قياده الزهر جميل الذي يعني اللي قام بعمل كبير مع الفريق. رجعنا اليوم كما يقول لك في اللقاء هذا وربحنا بنتيجه واداء، والحمد لله
النتيجه هذه ترجع للجروب. عندنا جروب مليح ولي زونترينور الطاقم الفني تاعنا، ونشكر الانصار هذو اللي ساعدونا بزاف اليوم. الحمد لله اليوم بكل عطينا عهد بان نربحوا، والحمد لله درنا اللي علينا وربحنا. واش تقول الانصار اللي جاو مساندوكم رغم ان الفريق ما كانش؟ نقول الانصار يعطيكم الصحه على المسانده هذه، وبربي ان شاء الله مازال الخير القدام. ملعب 13 افريل 58 بسعيده، اين حققت المولوديه السعيديه فوزا ثمينا امام خصم عنيد جدا مولوديه العلمه. اول مباراه لرحموني على العرض الفنيه لفريق مولوديه السعيده رفقه مساعد المدرب فوزي موسوني بهذه الكيفيه. فرلول سنوسي يسجل هدف الوحيد في اللقاء تحت فرحة الأنصار، وسط فرحة الأنصار ورئيس النادي بهذه الكيفية. الهدف الوحيد سجله سنوسي بهذه أو بكيفية سابقة التي شاهدناها سوية في الدقيقة 52. اللاعب المدافع هو من سجل الهدف الوحيد في اللقاء. نستمع لتصريحات رحموني والطاقم الفني لفريق مولودية العلمة. أول شيء يعني كانت مقابلة قوية وين لعبنا ضد فريق محترم يلعب الأدوار الأولى، وما نساوش بلي الفريق تاعي كان يعني تحت ضغط رهيب كما يقول لك. راجع لي يعني المرتبة اللي رانا فيها، هذا اللي خلى الفريق تاعي كان متخوف كثير من هالمقابلة. ولكن اليوم نجم نقول لكم بلي اللاعبين كانوا كما يقول لك رجال داخل الملعب، وين أدوا مقابلة بطولية، وانا نشكرهم لان الاداء وكما يقول لك والفوز نجم نقول لك يعني يستحقوه. الحمد لله. الحاجه الاولى الحمد لله على هذه لا فيكتوار، ما جات سهله باسكو بريبارينها صافي في هاد لاطيراف كاع كنا بريباري بيان هذا الماتش. ما ينسالكش فريق، ما تنساش فريق العلمة غني عن التعريف، وين كان فريق صعيب علينا. الحمد لله حنا بريمي ماتش في ستادنا، صافي مده ما لعبناش في ستادنا الحمد لله، وين ما ابليكيناش لي كونسي بيان 100% باسكو عارف الريح وزيد لا بريسيون كاع كما يقول لك. الحمد لله درنا المجهودات وربي وفقنا والحمد لله يا ربي. إذا مولودية السعيدة استطاعت أن تحسن استغلال الفرص التي أتيحت لها خلال هذه المواجهة، وفازت بهدف دون رد. نمر إلى أولمبي المدية التي فازت على اتحاد حجوط بهدفين، هدف واحد عدادي توفيق بنو حمزة سجل لأولمبي المدية، فيما زيتوني عبد الودود من جانب اتحاد حجوط هو من قلص الفارق. أولمبي المدية حققت فوزا ثمينا وثمينا جدا. نشاهد سوية مشاهدينا الكرام الترتيب العام بعد انقضاء الجولة 16. اتحاد بالعباس يبقى الرائد برصيد 29 نقطة، أولمبي المدية في المركز الثاني، شبابتنا في المركز الثالث، شبيبة بجاية ب 26 نقطة في المركز الرابع، أهلي البرج في المركز الخامس برصيد 23 نقطة. يعني الفريق يمر أو يزحف نحو المقدمة رويدا رويدا. نشاهد كذلك الجانب الآخر من الترتيب. نعم بهذه الكيفية أصحاب مؤخرة الترتيب مولودية سعيدة شباب عين فكرون الذي سيواجه جمعية شلف يوم غد، فيما اتحاد حجوط يعاني في أسفل الترتيب. نعود إليك قبل أن نمر إلى تشكيل المثالي. نتكلم مع يوسف بخصوص العروض التي وصلته في الميركاتو الشتوي، لكن سمعنا مؤخرا بأن إدارة أهلي برج بوعريريج لم ترد أن تستغني عن خدماتك، يعني كيف كان رد فعلك وهل تقبلت الامر يعني بسهوله؟ واش تحب نقول لك انا انا البرج انا بغي ليكيب تاعي صح جاوني دي كونتاكت في الناسيونال 1 ولا سوا الناسيونال 2 ما حبيتش نبدل في الديبي، مي صرا لي ان بروبليم مع دي اسمو نقولوا عباد محسوبين على الفريق. نعم هما اللي خلاتني، هي حاجه اللي خلاتني باش نديموندي البابي تاعي اسمو نقولوا افون 4 جور ولا 3 جور على لافان تاع باش يغلق ميركاتو. هضرت مع البريزيدون تاعي وفهمني وانا فهمته علاش ديموديت لي بابي تاعي. قال لي انا قال لي انا باش نليبيريك ما يقولوا من المستحيلات 7 باسوي، قال لي نسحقوا الروتور عندنا اوبجيكتيف. نعم انا عطيت له قلت له واش كاين لي بروبليم تاعي، قال لي ان شاء الله دوك نريقليوهم. قلت له يا خويا داكور. قلت له انا في البرج باسكو انا نشوف بالك لعبنا الماتش هذا كان دي سيبورتير صح زعفوا علاش ديمونديت كوارتاك ولا هكذا. نعم. بالك الناس ما على بالهمش، بوك انا باش نقول لهم بلي زرقين ما ديمونداش لي بابي تاعو هكذاك، باسكو علاش شرح ديموندا عنده دي كوست تاعو وعلاش حد ديموندا لي بابي تاعو. نعم. شكون الناس هذو اللي راهم كما نقولوا يخلطوا كونتر الفارق ماهمش معلي فيه. لكن في نهايه المطاف استقريت مع اهلي برج بوعريريج واردت يعني مواصله المسيره مع هذا الفريق، يعني حتى سفيان بدبكه العروض لا تنقصه خاصه من اوروبا ومع احد الانديه البرتغاليه. اين وصلت المفاوضات بينك وبين النادي البرتغالي؟ لحد الساعه يعني
المفاوضات راهي متوقفة. نعم. يعني أنا كان عندي حديث مع مسيرو النادي البرتغالي. نو خلينا مع المسيرين، بس المسيرين تكلموا مباشرة مع نائب الرئيس. نعم. وكان عندهم كلام معه، وأنا هضرت يعني مع الرئيس مباشرة ولا مع النائب تاعو. يعني هضرنا وتفاهمنا يعني بول لانتيري دو كلوب، إمام يعني على الانتيري تاعي باش نكمل العام إن شاء الله في النادي، ومن بعد إن شاء الله من الصيف إن شاء الله. نستطيع القول بأن سفيان بن دبكة بنسبة كبيرة سيغادر الفريق نصر حسين داي بعد انقضاء هذا الموسم. ان شاء الله ان شاء الله الواحد يعني راه يتسبب، وان شاء الله راح تكون يعني ان شاء الله بالتوفيق لك ولنصر حسين داي ولمسيرتك الاحترافيه سواء مع النادي البرتغالي ومع اي فريق اخر. نمر قبل ان نختم مشاهدينا الكرام الى التشكيله المثاليه التي اجتهدنا فيها رفقه القسم الرياضي التي يعني صنعت الحدث خلال الجوله السادسة عشر. خلف صلاح الدين حارس شبيبه سكيكدا العريبي حسين، طارق بوعبطه المدافع نادي بارادو، فرلول سنوسي سجل هدف الفوز، رفقه نادي مولودية سعيد خيثر سمير مدافع شبيبه سكيكدا، بالحمري وليد هداف الرابطه الثانيه برصيد 6 أهداف، بن غيث رؤوف دولي الاولمبي، زلامي شعيب، بانو حمزه، وكذلك عطفان بلال مسجل هدف الفوز مع اهلي برج بوعريج، فيما شنيقر فارس من بين المهاجمين الذين تركوا بصمتهم خلال هذه الجوله. على كل مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه الحصة، حصة صفد زاد. شكر موصول إلى ضيوفي الكرام يوسف زرقين لاعب أهلي برج بوعريج، شكرا لك على الحضور اليوم. نشكرك. بون حبيت نلحق بك سلام إن شاء الله ولا تسحاوله ولاد حومتي كاين جامع سيسيليا والمنصيرات نحيهم منا إن شاء الله. شكرا موصول كذلك إلى سفيان بن دبكة، شكرا ألف مبروك يعني على النتيجة المقدمة وحظ موفق لمسيرتك الاحترافية. طبعا يعني نحتنا يعني نشكركم على الاستضافة هذه، وانا عندي ابل ثاني برك على العجان هذاك اللي راهو خونا السعيد. نعم يعني سعيد الذي يعاني من مرض، نتمنى الشفاء العاجل. نعم. نتمنى وان شاء الله يعني من كل الشعب الجزائري وحتى من السلطات ان شاء الله باش نساعدوا الشعب هذا باش نتمنى ذلك. يعني شاهدنا تضامن منقطع النظير من قبل الشعب الجزائري الذي ربما لا يبخل في مثل هذه المواقف. انا بدوري اشكر الفرقه التقنيه التي تصنع الحدث والاستثناء في كل مره وفي كل حصه وفي كل موعد اخباري، نجيب بالليله، اسلام العراس، عبد الله، وكذلك محمد امين حران الذي اعطانا البث من اجل ربما قيام بهذه الحصة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى بحول الله.